السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة. النهاردة هنرجع تاني للأجواء المحلية بعد بقالنا فترة كبيرة جدا بعيد عنها، بس اللي بيحصل في الزمالك واللي المفروض يتم في الصيف، الملفات الكتيرة اللي عند مجلس الإدارة اللي المفروض إن يتم حلها خلال الصيف ده. هنبدأ وهنتكلم النهاردة. معايا أحمد. عامل إيه يا اهلا أحمد؟ بيك يا استاذ نورنا شريف، انا النهاردة. بنورك واتشرف بوجودي معاكم، ودايما كده هنتكلم. الناس كلها بتشكر فيكم، واتمنى ان شاء الله نكون ضيف خفيف الناس تستفيد من المعلومات اللي عندنا، واتمنى ان شاء الله يوصلوا يعني لاصحاب الاراء احنا واصحاب. سعداء انك معانا. والله احنا شاكرين واحمد جدا طبعا. والله. احمد هو ادمن صفحه ريكي شو، طبعا صفحه معروفه لمعظم الزملكاويه لمعظم بيشتموني محبين على طول المنتخب. والله. هنتكلم النهارده مع احمد على ملفات كتير جدا بتخص الزمالك، ولكن قبل ما نتكلم ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات، ويلا بينا نخش في الحلقه. انت عندك مشكله انا اتكلم بلغه الكوره لا ولا بالعكس، ده يهمنا جدا نتكلم بلغة هتلقط الكورة. معايا؟ انا احب اتكلم بلغه الكوره يعني جدا. والهدف الثالث، الهدف الثالث، مانولاس. يا عم احمد، عامل ايه يا شيخ؟ الدنيا. حضرتك عامل ايه؟ طبعا الحمد في لله. حاجات كتيره انا عارف انت عايز تتكلم فيها، ولكن اول حاجه حابب ان انا اسالك عليها، لان دي هي الحاجه اللي دايما الناس شايفاها بيتم ادارتها غلط، والناس شايفاها برضو ان هي دي طوق النجاه دايما للزمالك، هو ملف الاجانب. الناس شايفه دايما ان احنا ملف الاجانب اما بيبقى يتم ادارته بطريقه سيئه ده بيرجعنا خطوات كتير قوي للخلف، عكس لما مثلا بتجيب اجانب كويسه بيبتدي الدنيا تفرق معاك، حتى لو المصريين اللي حواليهم مش احسن حاجه. فانا عارف انك انت النقطه دي عايز تتكلم فيها، فايه بقى المايك معاك. قول اللي هو انت. اولا دايما بشوف ان اي فريق عنده مشكله، او اي فريق عنده مشكله في استقطاب نجم محلي، طبعا انت بتحاول انك تدور في الاسواق الخارجيه، خاصه ان في مصر دلوقتي هو فاتح لك عدد المحترفين ل5 لاعبين. دلوقتي الزمالك تاريخيا او تحديدا بدايه من الالفيه لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها هتلاقي عدد المؤثرين لا يتجاوز اصابع اليد. نيجي نتكلم مثلا من 2000 ل 2004 الزمالك المؤثر الوحيد اللي تم استقطابه، وطبعا دي بتصوير من حسام حسن، هو رفيق دربه في النادي الاهلي سابقا كان احمد فيليكس. احمد فيليكس لما جه رحل الزمالك بسببه استغنى عن عبد الحميد بسيوني وعمرو فهيم للاسماعيلي لرضا سيكا، في حين ان الزمالك كان ساعتها محتاج اجنبي. من 2000 ل 2004 ما كانش فيه غير الاجنبي ده المؤثر، وما كانش ليه تاثير غير في كاس مصر بعد فتره مريره وصعيبه من الرحلات والمسائل والاحتراف في تركيا والعوده بمستوى متدني ثم رحل. نبدا بعد كده في بدايه العشريه السوداء، الفريق الزمالك اللي خد بيه اخر دوري 2003 2004 دوري بدون هزيمه. الزمالك كان يمتلك محمد باو تحت السلم، كان بيمتلك بابا اركو، ولم يشارك احدهما. بعد كده الاثنين قرروا ان هم ينطلقوا، واحد لطلائع الجيش وواحد للمقاولين العرب. الثاني اللي انطلق المقاولين العرب كان سبب ان الزمالك يخسر كاس السوبر ويسجل فيه كاس السوبر المصري. بابا اركو يعني طبعا روايات وقصص طبعا ده ومباريات من التسجيل في مرمانا، كلما ما اختلفت عتقناش. الانديه في ما التسجيل دايما. عتقناش. الزمالك موسم 2004 2005 في ظل عدم قدره شرائيه وحرب ضروس بين سياده المستشار مرتضى منصور والدكتور كمال درويش، الزمالك استخدم ثنائي اجنبي في منتهى التدني. الاول هو مهاجم كاميروني لا احد يعلمه، ما اعرفش ازاي ماركو ما حدش موامبو. جابه، لعب قد كده. ماركو اه، موبوا اللي هو بعد كده لعب في الاتحاد راح الاتحاد السكندري، السكندري. لعب قد كده. والزمالك استقطب كان موهبه عراقيه، كانت صفقه ثنائيه، كان هو صلاح وليد. صديق. كان صلاح سدير اللي هو بعد كده كان واخد رابع اولمبياد، وبعد كده خد بطوله اسيا 2007. وكان معاهم اللعيب الثاني اللي كان موهبه كبيره، بس للاسف حصل له قطع في رباط الصليبي وزاره ساعتها الاعاره دي ما استكملتش. كان احمد صالح اللي هو كان بعد كده كان بسم الله الرحمن الرحيم كان مدرب الشرطه العراقي، البطوله العربيه الاخيره اللي الزمالك شارك فيها وحقق فيها نتائج كويسه. الزمالك استخدم الاثنين كما جرت العاده، سوق محليين، حرب انتخابات، محليين تعبانين، حسام زينهم، ابو خنجر كان موجود في الفتره في الجار الصيفي، في الانتقالات الصيفيه، احمد بكري المحصله صفريه، صلاح سدير بيرجع لفريقه تاني، ماركو بواب بيتم الاستغناء عنه. وبالتالي بندخل بقى في ايه؟ في مرحله التدعيمات. السنه الاولى عدت، السنه الثانيه في موسم 2005 2006 الزمالك بيستخدم جونيور في بلاي ميكر، لعيب اللي زمان كان بيفاوضوا من ايام الاتفاق السعودي، ثم الصفاقسي التونسي، ثم الشراء في صفقه الاتفاق الحر.
انتقل للزمالك. جونيور كان لعيب كويس جدا، لكن الفريق كان سيء على مستوى الافراد وعلى المستوى الخططي، خاصه لو كان في مدير فني زي فاروق جعفر، وكان قبليه بوكير صاحب المباراتين، ومحمد صلاح ومرتضى منصور، وطبعا حمله الرمل اللي دايما بيشتريها كل سيزون، لعيبه من بلديه المحله، لعيبه من المقاولين. ان الفريق ده انت محتاج ان هو يعمل يعني استفاقه سريعه. طب في استفاقه سريعه لازم تيجي بالدور، طالما انت مش هتقدر انك تنافس غريمك التقليدي محليا، بتحاول انك انت الاموال المدفوعه تدخل بطريقه صحيحه في الاجانب. رحت جبت كينج ثاني محدش كان يعرفه، لعب شويه، ورحت جبت لعيب مهاجم برتغالي برازيلي اسمه إلسون سوزا. ده طبعا كان صاحب واقعه شهيره، طبعا احداث اطلاق النار من مرتضى منصور ونائبه اسماعيل سليم. بالتالي دخلنا سيزون كتير، سيزون ضاع، مش ولا اجنبي مؤثر جونيور بعد كده بيكمل سيزون تاني. والسيزون التاني بتحصل فيه واقعة مصر الشهيرة والإيقاف، وبعد كده بيغادر. نيجي نفس السنة تلاقي الزمالك بيستخدم أيام المنذكري في خط الظهر، وبيستخدم بعد كده وسام العبدي. طبعا الزمالك كان عنده خلل في الباك رايت، ما جبناش حد. كان في خلل في نص الملعب، ما جبناش حد. طيب يا سيدي شكرا كفايه. طب انت بناء على ايه بتستقبل؟ في موسم 2007 موسم كنتاكي الشهير، موسم سيادة ممدوح عباس. الزمالك قدم موسم تاريخي في الماركاتو، لكن المشاكل ما زالت متواجده. الزمالك قرر ان هو الثلاثي الاجنبي يكونوا في الخط الخلفي. الزمالك كان عنده محمود فتح الله، كريم ذكري من المصري، استخدم من المصري، بشير التبع العائد. الزمالك في نفس الفتره قبل هروب هنري ميشيل مشى وائل أباني ومشى محمود. الزمالك قرر الإبقاء على أيمن بن ذكري، وقرر الإبقاء على أسامة العبدي مع جلب ظهير ثالث لو كان أحد أفضل ظهراء الجنب في آسيا، خالد سعد ده ليه وقعة اللي هو جاب مشهورة فينا طبعا. جون طبعا. ده ليه وقعة شهيرة طبعا مع حازم، مع اللعيبة. ساعتها جه حكى إن هو اللعيب كان في التمارين كان بيعمل كل حاجة في الملعب، يجي ينزل أرضية الملعب بين إصابات أو سوء مستوى، في حين لو أصلا لم يتجاوز 8-7 مباريات مع النادي. في حين ان الزمالك كان عنده مشكله في نص الملعب كان فيه تامر عبد الحميد راجع من الرباط الصليبي، كان فيه احمد عبد الرؤوف، كان فيه احمد مجدي اليوناني، كان فيه محمد ابراهيم كان لسه ناشئ صاعد، ما كانش فيه حد كبير في الملعب. محمد ابو العيله. محمد ابو العيله. محمد ابو العيله بعد ازمه طبعا الزجاج الشهيره، طبعا دي قصه ممكن مش كبير من جمهور الزمالك يعرفها الا الله. محمد ابو العيله كان في احد المرات كان بيزور محل والده، وقع عليه ترابزين، ازاز او رخام حاجه زي كده، رجله اتجبست تعب في الشهور. محمد ابو العيله ما رجعش للمستوى اللي احنا كان فيه يعني. في حين ان الزمالك بعد كده بسنه قرر ان هو السنه عن ابو العيله هو اصلا في مستوى نضج موسم، كان عنده 27 سنه هو وجمال حمزه وهكذا. نعدي السنه نيجي موسم 2008 2009 الزمالك بيتعاقد مع جوجو مع استكمال مسيره وسام العبدي. وسام العبدي طبعا اللي هو قرر ان هو يفضح نفسه ان هو لعيب لا اخلاقي على الاطلاق. لعيب كان بيقول لك ان انا في النادي لو كنت عايز اقول ان انا تعبان ما كنتش بلعب، بقول ان انا عندي كرامب او عندي اصابه او عندي مزق، بقول لهم والله انا مش عايز العب، مع ان ده النادي الوحيد اللي اتحصلت فيه على جميع مستحقاتي. انا كان عندي طياره في مباراه المقاولين العرب وقررت ان انا اقول وبلغت ان انا مصاب، ادعيت الاصابه وسافرت. مباراه كاس مصر 4-3 المباراه اللي احنا اصيب فيها وائل الاباني واصيب فيها وسام العبدي، في حين وسام العبدي في المباراه دي كان عامل مباراه كبيره جدا، وحازم امام وتم استبداله بشيكابالا، وسام العبدي قرر لمجرد اللي فيه معاه الطياره، على الرغم ان هو اوريدي اصلا هيكون موجود على دكه البدلاء، بيقرر ادعاء الاصابه. وهو ده اللي قاله في احد حواراته التلفزيونيه مع احد يعني هو مشي اثناء الماتش. مصاب. على ده قرر بعد كده مع المقاولين ان الزمالك انا ما كنتش عايز تروح في الزمالك اكتر فلوس ممكنه. طب هي فين اداره الموهبه؟ فين اداره اللعيب الاجنبي اللي هيأثر لي؟ جيت في نفس السيزون جبت ريكاردو باك شمال. ريكاردو طبعا كان لعيب بيلعب في الاتحاد الليبي مع في البطوله العربيه. المباراه اللي احنا بعد كده طلعنا من الفيصل الاردني 2007 انت رحت جبت لعيب بعديها بموسمين، لعيب طبعا كما جرت العاده لعيب في الباك الشمال، فريق فيه اسامه حسن وفيه طارق السيد، نفس الخطا بتاع الموسم اللي قبله، انت لعبت لعيب اجنبي. طب احنا ما عندناش حد في نص الملعب. الزمالك قال لك ساعتها لا احنا هنعتمد اللي فيه ايمن عبد العزيز وهاني سعيد ممكن يلعب مدافع وممكن يلعب ليبرو متقدم او نص ملعب مدافع. طب يا جماعه الفرقه فين وابوه؟ طبعا الفريق صعب جدا. الزمالك قرر ان هو ينتدب مدير فني يعني لا يقوى شيء عن كره القدم، هو هولمان ده اللي برضه بما ان احنا بنتكلم في السياق، كابتن طارق اي حاجه كان مساعد ليه ابلغ سياده رئيس النادي انذاك كان ممدوح عباس ان الراجل دوت ما ينفعش ان هو يقود النادي والنادي هيتغرب. موسم راح زي كل موسم، دول في الموسم اللي بعده
موسم 2009 2010 تيجي تبص على الاجانب اللي عندك تلاقي لعيب كان مكسر الدنيا كان ديديكو مكسر الدنيا في الصيف. وفي نفس السيزون كنت انت اصلا متعاقد مع سيريدي احد افضل متوسطين نص الملعب في تاريخ بطولات الافريقيه. كان بيلعب في سيون ولعب في شتوتجارت ولعب كاس عالم وخد افريقيا مع كوتوفوار ولعب كاس عالم اكتر من مره مع كوتوفوار. اللعيب ده برضه كان فيه مشكله كبيره جدا زي القلابه. اللاعبين دول زمان كان كنت عنده لسه حكم. اقول لك كلام ده زمان كان عنده على اللاعبين حكم وممكن يوصل لملايين من الدولارات. الزمالك بيقرر ان هو بصفه غير مفهومه وغير معلومه ان هو يتخلى عن القضيتين مقابل مبلغ زهيد لا يذكر. واكثر من وكلاء في الموضوع ده هو كانوا بيقرروا يعني بياكدوا الكلام اللي انا بقوله على راسهم مثل محمد سالم اكثر من موضوع. المحترفين سيزون بيعدي بنجيب ايديكو طبعا بيقدم مستويات صعبه جدا. في نفس السيزون بنجيب الثالث للاخوه ابناء عبيدي بيليه طبعا حدث والخرج ما لعبش تحت بيتنا. اجنبي جديد زي كل الاجانب الموجودين طبعا بالاضافه الى رؤيه كابتن حسام حسن الثاقبه بالتعاقد مع ابو كونيه طبعا. حد لا يعلمه حد ما يعرفوش اصلا انت مين يا ابني يا حبيبي. طبعا قبلها في سيزون ان انا هجيب لعيب عنده 10 لاعبين عنده مشكله كبيره اصلا. ايريك كوفي بكوي لا كان اسمه كوفي هو حاجه كوفي كان اسمه اولي كوفي. اولي كوفي ده ليه وقع في مباراه الزمالك وبتروجيت كاس 2008 ضيع انفراد غريب ملعب المقاولين العرب الجون فاضي مرتين كره بيضيعها. تشاء الاقدار ان احنا بعد كده لعبوا في دور ال 32 كان دور ال 32 على ما اتذكر ولا دور ال 16 كان دور ال 32 مع افريكا سبورت لما كنا بنلعبوا المباراه دي احنا كسبنا هنا 1-0 هناك كسبنا هم خسرنا 2-1 هو طبعا جاب فينا جون طبعا رؤيه الكورنر الشهيره اللي هم كورنر كلهم فاكر على خط المرمى مش شايفين اي حاجه. اللعيب ده سجل فينا جون. تمر العمر نخش في موسم 2010 2011 يا جماعه احنا عندنا مشاكل في نص الملعب. لا طبعا عندنا الكابتن ابراهيم حسن هيكون موجود وحسن مصطفى واحمد المرغني موجود واحمد مجدي موجود. طب يا جماعه احنا ما عندناش حد احنا عايزين ننافس الناحيه الثانيه في افريقيا. لو انت كنت ساعتها احنا هنلعب دوري ابطال افريقيا وتاهلنا هنلعب دوري ابطال افريقيا. لا طب احنا هننافس على دوري. طب فين عدد الاجانب اللي موجودين؟ لا بتيجي تبص تروح تجيب محمد امين عندنا في يناير وتروح تجيب يعني في الصيف نفس السنه في صيف 2010 2011 بتجيب واحد من افضل المهاجمين في اسيا عماد محمد لخلاف بين رؤوف جاسر وحسام حسن لعيب ما بيشاركش واللعيب بيرحل. تيجي بعد كده في يناير بتعوضه بمحمد امين عديه بتلاقي المحصله برضه صفريه. لعيب ما لعبش كتير لعيب ما جابش الهدف. محمد بدون قطع كلامك كده كفايه خلاصة كلامك يعني ان احنا دايما يعني مع عدد الاجانب اللي جبناه من اول الالفيه دلوقتي اللي ممكن نقول ان هم مؤثرين يكادوا يكونوا يتعدوا على الصوابع وممكن يتعدوا على صوابع الايد الواحده كمان واقل كمان. هي القصه كلها بالنسبه لنا كمشجع انت بتقيس المحترف ده مميز بناء على ايه؟ انا ممكن اجيب محترف كويس جدا لكن لم يحالفه التوفيق بس انا خدت بالاسباب زي ما انت قلت دلوقتي عماد محمد لعيب دولي لعيب متالق في اكتر من دوري لعيب عنده عروض انتقال مباشره في حاله استكمال او حاله انك انت حابب انك انت تبيعه فانت اوريدي جبت بضاعه ناجحه. كونها انها تفشل بترجع لاسباب معينه ممكن اللعيب ده يحصل له سوء من انواع عدم التوفيق او انت اصلا كان طريقه اختيارك ليه غلط ده مش مناسب لطريقه لعب النادي او اللعيب ده مثلا اصيب او مثلا في خلاف شخصي بين حد وحد ما وده ما بيحصل في النادي وبالتالي اللعيب انت ما بتستفدش منه. تعالى اقول لك انت اخر خماسي اجنبي انا ضمن وجهه نظري الزمالك كان المفروض يستفيد منه وافضل خماسي اجنبي كان اساسي في الفرقه وكان الطبيعي الخماسي ده يتبني عليه كان في سيزون 2019 2020 طبعا حمدي النجاز الظهير الايمن. انا هفضل اقول لحمدي النجاز ده اخر ظهير ايمن الزمالك جابه بعد حقبه الالفيه بعد 2004 بعد احمد صالح واحمد سمير ابو العالمين النسخه الاولى واحمد ابراهيم حسن ونقعد من هنا لغايه اخر لعيب اللي هو يعني بيدعي ممارسه كره القدم في الظهير الايمن. طبعا حبيب الملايين طبعا كابتن نادي الزمالك التاريخي الناس طبعا بتحبه ما اعرفش منها عليها في الاول وفي الاخر هي اراء هو بيخبط اللي هو هي اراء والله يا جماعه هم دول حب الكوره بالنسبه لي كره القدم انت بتقدم ايه انت ليك مهام بتقدمها. عشان نرجع لمرجوعنا زمان كان عنده حمدي النجاز اللي طبعا لاسباب غير مفهومه لغايه دلوقتي بتقرر ان انت حتى لو عندك مشاكل ماديه وعندك مشكله مع مرتضى منصور كان رئيس النادي انذاك الزمالك كان سلاح حاد فتاك حمدي النجاز على مستوى الشخصيه
بعيدا عن كلمه اللي هو كان عنده اخطاء دفاعيه، انا ما عنديش مشكله. الزمالك دلوقتي عنده لا حد عنده مميز دفاعيا ولا هجوميا، فبالتالي انا عندي التاثير سلبي في الجانبين. حمدي النجاز كان موجود، فرجاني ساسي كان موجود، اشرف بن شرقي كان موجود، ونجم كان نجم الجداد الاوحد بمساهماته وتسجيله، طبعا بالاضافه الى وليد القرط طبعا وبن شرقي قبل ذلك وغضروف وكل اللعيبه دي كلها، ورضا هدهوج وويليام جبور. الزمالك كان عنده مهاجم، كان صفقه كبيره، بعيدا طبعا عن الاحداث اللي حصلت، ازاي تجيب لعيب طول جميع انتقالاته فري ترانسفير او في مبالغ زهيده انك تتعاقد عليه بمبلغ شراء كبير، بس انت خدت بالاسباب، انت خدت جبت مهاجم بيلعب في كاس العالم. هل المهاجم ده كان فيه مهاجمين افضل؟ الله اعلم، لان في الاول هي قراءه بتتقال. الزمالك في الفتره ديت ما استفادش بخماسي اجنبي. يا جماعه لما بقى انا عندي مشكله في ان انا مش هقدر ان انا ادفع لمحليين بيلعبوا، انا مش هقدر اشتري من بيراميدز لعيب اساسي، انا مش هقدر اشتري من المنافس النادي الاهلي، انا مش هقدر اشتري اي محل من وجهه نظر جميع المحلين في الدوري المصري ما بين لعيبه عاديين او متوسطين، بالاضافه ان المبالغ المطلوبه فيها هي مبالغ فيها للغايه. انا بالنسبه لي كنادي الزمالك انا دلوقتي انا عندي مشكله في ال 11 لعيب الاساسيين، مع احترامي لكل الحب اللي صلاح الدين مصدق، صلاح الدين مصدق ممكن يبقى حلو، انا خامه كنت طيبه. لسه اقول لك عايزين ننتقل بقى من النقطه دي، ان احنا ازاي الموسم ده ما نكررش نفس الاخطاء مع الفتره الحاليه. مين بقى شايف؟ اول حاجه عايز اسالك فيها ملف الاجانب الحالي بقى نعمل فيه ايه؟ تاني حاجه اللي انت كنت لسه بتتكلم عليها، اللي هو احنا ما نقدرش نجيب لعيبه من بيراميدز اساسيه والكلام ده، فسياسه البيع والشراء بتاعتنا تبقى عامله ازاي؟ في بدايه الامر لازم يفرق، لازم بس يفرق ايه المشجع من حاجتين: كونك بتشجع النادي، وكونك في حد مسؤول عن البضاعه الموجوده، البضاعه اللي راجع اللي موجوده عندك في الفريق. اللي طبيعي انا كواحد مش لازم اسمع للجمهور واطلع اقول ده فلان الفلاني ده وحش، ده لازم يطلع بره النادي. طب خد بالك، ما هو كده كده اصلا هو هيطلع بره النادي، بس هيطلع ازاي؟ انا كنادي اللعيب المتزمت او اللعيب اللي مكروه او اللعيب اللي الجمهور غاضب عنه او اللي هو طبيعي ملوش مكان في التشكيل، انا كراجل في البيع والشراء كمدير تعاقدات، ودي نقطه طبعا هي مش موجوده في النادي من ايام موليد عنده 31 سنه، دي ما شفتهاش. النادي بيعاني في مساله البيع او في مساله الاستغناء عن اللعيبه. طريقه الاستغناءات بتبقى عن طريق الفسخ بالتراضي، او عن طريق فسخ من جانب واحد، او عن طريق ان اللعيب بيقرر ان هو يشتري بسبب المستحقات فبيقرر ان هو ياخد فلوس كلها، او ان اللعيب بيقرر ان هو ما خدش فلوسه فحضرتك واحد بيشغل دماغه عشان النادي بدون اي نوع من انواع الرؤيه او في اي نوع لانواع المهام الوظيفيه، كل واحد عارف بيعمل ايه والاختصاص. انت بتلاقي ان اللعيب يلا مره واحده والله انا ماشي، فانت عشان اللعيب خايف ان اللعيب يروح يشتريك، فبتقرر انك تكرر الخطا وتعمل خطا جسيم زي ما انت ما عملت مع سيف الدين الجزيري، ان لعيب ان شخصيه ليس لها كره القدم شيء، نفس الشخصيه دي قررت بالاتفاق مع شخص تاني انك انت تقرر انك تبعت اتفاقيه تمديد للعيب كان اخر سيزون ليه. اللعيب ده اكتر من مره كان بيبلغ لعيبه نادي الزمالك عشان عشان تاخدوا فلوسكم يا جماعه اعملوا زي ما انا بعمل، فبالتالي النادي كان عنده مشكله. دلوقتي انت عندك في نفس النقطه اللي بتتكلم فيها دي سيف الجزيره، انت خلاص ما عملت الخطا ومددت له. تمام. الراجل ده دلوقتي خلاص هو المفروض قاعد مستمر معاك، الراجل على حسب ما يقال قال لك انا مش عايز امشي وهكمل في النادي، هتعمل ايه معاك؟ لا، اول حاجه في عيش اسمها في الدنيا اصلا انا حابب اكمل، يعني دي مش اسمها اصلا عايز اكمل. هي اول حاجه انا كاداره عندي رايين: هل انا اقدر اوفر للعيب عرض مالي؟ الزمالك كان ممكن يقدر يوفر لجميع الاجانب وجميع المحليين اللي لعبوا للمنتخبات وان الجمهور غاضب عنهم، كان يقدر يوفر لهم عروض في ليبيا. الزمالك في الصيف وفي يناير، ودي اتكلمنا فيها اكتر من مره في الفيديو، ناس كانت بتهاجمني، الزمالك كان عنده عروض لحسام اشرف وكان عنده عروض لمصطفى شلبي. حسام اشرف مع احترامي لا يليق باللعب نادي الزمالك، لعيب مر عليه اكتر من 500,000 مدرب وفي الاخر ما بيشاركش في عين للنادي. كان عنده اعاره واقامه مباراه وديه او مباراه اعتزال ب 800,000 دولار لمده سنه، والزمالك ما استفادش منه، فبالتالي انت خسرت المال وخسرت لعيب مضاف ليك في التشكيل، بل انت عندك عيب. ال 2 3 مليون جنيه دول عيب في النادي بالنسبه لي. 2 3 مليون جنيه دول انا ممكن احطهم عشان اروح معسكر، او انا عشان مثلا اعمل بسم الله الرحمن الرحيم. ال 2 مليون جنيه دول ممكن اخدهم اصرف للمكافئات، ال 2 مليون جنيه دول ممكن اجدد بيهم شيء في النادي، حاجات كتير. انما انت بتحاول انك انت انا بخسر كل حاجه. انا لعيب زي سيف الجزيري تعالى، ده لازم الجمهور يتفهمه، احنا كلنا رافضين وجوده، بس انا كمسؤول عمليات البيع والشراء مش هطلع في بيان عام اللي هو تم الاستغناء عن سيف الجزيري. ده لعيب دولي في الاول وفي الاخر، لعيب على مدار الاربع سنين اللي فاتوا طبعا بعيد عن كارثيه مستواه الفني ان هو ما ينفعش يلعب في نادي الزمالك.
اللعيب ده هو انت قبل كده لما الزمالك قرر ان هو يتعاقد معاه اول مره، طبعا الاعاره الغريبه اعاره بحقيه شراء ساعتها، وان اللعيب اصلا كان بيلعب في الكونفدراليه الافريقيه، ونفس الشخص اللي قرر ان هو يعمل لي تمديد التعاقد طلع في كل التلفزيونات وقال لك لا احنا زي اوروبا تلعب معانا دوري ابطال افريقيا، ودخلنا دوري ابطال افريقيا بمروان حمدي بس. البطوله اللي اثرت عليه واثرت على مسيرته معانا. تيجي تبص يا جماعه انا دلوقتي لعيب، تيجي تقعد اول حاجه لما تيجي تقعد مع اللعيب تيجي تشوف اللعيب فاضل له مستحقات ماديه قد ايه، تدفع له جميع المستحقات الماديه قبل دخول السنتين دول الجداد وتساوي ايه. ثاني حاجه انت لازم بما انك انت مدير تعاقدات جديد، الوكلاء اللي بيغرقوك، الوكلاء اللي دايما بيجيبوا لك صفقات متدنيه، اللعيبه اللي ما بتعرفش دول بيجي منين يجي منين، زي ما انت دايما في صفقه بتعدي تحت بيت السلم في كل فتره، والله تعالى احنا عايزين نستنى على اللعيبه دول. ده لعيب دولي، ده لعيب مثل نادي الزمالك، لعيب كسب كل البطولات مع نادي الزمالك باستثناء دوري ابطال افريقيا. اللعيب ده هو باستثناء دوري ابطال افريقيا وكاس السوبر المحليه زي ما خدهاش. احنا والله حابين ان احنا ندور ليه على نادي، والله لينا ليه نادي تمام. قبل كده كان في شرط الجزاء، ما اعرفش هل ده شرط الجزاء ده تم اضافته مجددا في اسف على الاطاله بس دي نقطه مهمه. شرط الجزاء ده هل تم اضافته مجددا في التمديد ولا لا؟ كان ليه شرط جزائي ان الزمالك لو جاله عرض ما بين 2 مليون دولار و 2.5 مليون دولار بيتم بيع اللعيب، في مقابل اللعيب بياخد حصه نسبه ليه هو. دي طبعا غريبه وعجيبه بس ما فيش مشكله، الزمالك لازم يبص على كده. لازم سيف الجزيري يتبلغ جميع الوكلاء اللي احنا بنتعامل معاهم والله احنا حابين ان اللعيب يطلع من النادي، وان احنا اتفقنا بالفتره ديت وانت محتاج انك تغير الاجواء واحنا بنغير الاجواء. واحنا كنادي مش في فتره، احنا في نادي او كمشجعين احنا في فتره مش محتاجين نقعد فتره انتقاليه طويله، احنا محتاجين نمشي وناخد خطوات سريعه وناخد شورت في فتره قصيره المدى ان احنا نحاول ان احنا هنوصل عن طريق اللي احنا ماشي كل الاجانب. تعالى يا سيف الجزيري انت ليك مستحقاتك قبل نهايه السيزون دي اهي. السنتين دول حاجه من حاجتين، لا اما اللعيب تقرر انك انت تعيره اعاره مجانيه للاسف مقابل ان النادي الثاني يتحمل راتبه في مقابل انك انت تحط مجموعه من الشروط تحط مجموعه من الشروط انك انت تضمن اللعيب ده ما يرجعلكش تاني، او ان اللعيب انك انت تقرر انك انت تفسخ عقد من الطرفين وده مش هيحصل، او انك انت تقرر انك انت تخرج اللعيب اعاره وانك انت تدفع جزء من تكلفته. وده للاسف انا حابب ان هو ما يحصلش. ده اول عيب لازم يبقى بره النادي، دي طريقه طبيعيه. بس انا ما ينفعش كمشجع اطلع مشوا وانتوا ازاي دي مش كاتبين يا جماعه. انا في الاول وفي الاخر انا عايز احقق النادي اعلى نسبه ممكنه ماديا، اعلى مكسب مادي ممكن يكون موجود. اللعيب ده هو على مدار الاربع سنين هو ضايع مني فقط استخدام لعيبه اجانب في المكان ده. اللعيب ده هو خد فلوس كتير جدا من النادي فمحتاج ان انا اعوضها. اللعيب ده هو كان بسببه النادي خسر بطولات كتير من مباريات كتيره. هل البطوله بقى يقول له يلا مع السلامه؟ نفس النظام، اسمها الخروج الامن. الزمالك عنده مشكله مع مباريات، عنده مشكله مع مشكلات موجوده. الزمالك عنده مشكله مع اللعيبه المحليين ما ماشي معاهم تسويات لغايه دلوقتي، لانك انت لما بتيجي ما بتدفعش فلوس فالنادي بيرفع عليك قضيه تاني فيقول لك انا عايز الفلوس، فتضطر انك انت بدل ما كان عليه قسطين 3 4 فتدفع يعني تدفع اكتر من كده. واحنا ما عندناش هامش، احنا ما عندكش هامش ربحي، انت ما عندكش ماديات، الاعباء الماليه دي كبيره بالنسبه لك. نفس النظام منطقه من سيف الدين الجزيري مع احترامي طبعا لصلاح الدين مصدق، وطبعا يبقى خامات كويسه جدا يا جماعه. اللي اتفرج على صلاح الدين مصدق وجابه من النادي لازم يوصلوا ان احنا نادي محتاج لعيب يلعب اساسي، لعيب بلا اخطاء. صلاح الدين مصدق لعيب كويس جدا وحاجه بس مبشر وممكن يتعوض. معلش لعيب عنده مشكله في الكرات العرضيه، لعيب عنده مشكله في الالتحامات، لعيب عنده مشكله في التمركز، وده شاغل مكان لعيب اجنبي. يا جماعه الخماسي الاجنبي لنادي الزمالك لازم يكونوا من ضمن ال 11 اساسيين. الخماسي الاجنبي يجيبوا بطولات لانديه ثانيه. يا جماعه الزمالك ما عندوش غير يعني بنتاي. انت شايف ان احنا لازم نتخلص منهم كلهم ما عدا بنتاي؟ كلهم وبنتاي ونفس النظام لازم يبقى فيه للعيب كمان. لا بنتاي بص بنتاي كده كده هو الظهير الايسر للزمالك، بس لازم نتفاهم له اللي بنتاي عشان يستمر معاك على المدى الطويل وان هو يكمل عقده هيقول لك لازم ان الفريق يكون بيكسب بطولات والفريق بينافس وعنده فريق تنافسي، لان اللعيب عنده عروض في النهايه هو مش ملف حالي يعني. لا هو مش ملف حالي بس في الاول وفي الاخر انا كلاعب اجنبي لما الاقي الفريق بتاعه متدهور والاهداف اللي جايه عليه لاعب كبير اصلا هيبقى كده. اللعيب اللي جاي خد بالك كون اللي انا لعيب، ما دي برضه نقطه عند الناس عندها مشاكل. انا لعيب مميز او لعيب كبير وجاي بكواليتي عالي وسوبر ستار، بس انا لو جاي مع كواليتي محدود من اللعيبه ديت انا مش هقدر اكون موجود يا جماعه. انا مستواي هيقل بل النادي يا جماعه انا مش هشيل النادي لوحدي.
اللعيب الكبير بيشارك في ماتش ماتشين ثلاثه، بس في حاجه اسمها سكواد فرقه. يا جماعه الزمالك ما عندوش 11 انا لعيب عايز بقى اساسيين. انتقل للنقطه دي. الملف عامه بقى بعيدا عن الاجانب، ايه المراكز اللي المفروض الزمالك يدعم فيها؟ ويعني زي ما انت قلت برضو، عايزك تقول لي الاجانب اللي المفروض يجوا في مراكز إيه؟ اولا الزمالك محتاج ان هو يجيب جميع الاجانب في الخط الامامي، ونجين ومهاجم. مهاجمين ومهاجم. ولو لعيب في نص الملعب تحت السن او حتى لعيب كبير في السن مفيش مشكله، بس الافضل للزمالك الاول حاجه خرج الاجانب عندك. هتخرجهم ازاي؟ ما دي نقطه احنا الجفلي، اتكلمنا فيها. احمد الجفالي وات ايفر المسمى بتاعه ايه يعني، ده لعيب ما تعرفش هل بس هو هو مصاب، هيستمر اعتقد. هل هو مصاب، هل هو في مشكله ما لسه محدش يعرفها. لا يا جماعه، هو لعيب ممكن يبقى كويس، بس انا محتاج لعيب ينزل ليه ليه اسم، ليه وزن في الملعب، لعيب ياخدني لقدام. هو لعيب ممكن يبقى ناشئ او واعي، انا ممكن انا اقرر ان انا اعيده للترجي التونسي او السعودي او للافريقي ويلعب ياخد مشاركات اعلى، لان انا كنادي، انا كمشجع مش هستنى لعيب عقبال ما يتاقلم وياخد 4 5 20 30 ماتش وبعد كده نشوف. لا، لان اللعيب اصابته كانت طويله جدا. إيه، اللعيب ممكن تكوين الجسماني، رغم ان اللعيب اصلا في الاتحاد المنستيري لعب كل المباريات يعتبر باستثناء ماتش او ماتشين. فلا، انا محتاج الخمس اجانب يبقوا اسامي، 5 اجانب يجوا يلعبوا. السوق مفتوح، الناس بس بتتكلم، لا السوق مفتوح وفي لعيبه فري ترانسفير جديد كتير جدا. ودي نقطه مهمه يا جماعه، التكلفه، الفلوس المحليه اللي اروح ادفعها لانديه عشان اجيب لعيبه متوسطين جدول او لعيبه ما يلعبوش تحت بيتنا يا جماعه، او لعيبه عاديين لمجرد اسم اللي انا بظبط السكواد. يا جماعه انت ما عندكش سكواد، انت اصلا محتاج 11 لعيب اساسيين. الفلوس دي تدفع في اجانب، الفلوس دي تدفع في 11 لعيب كويسين، ما تدفعش في فريق محلي. اللعيب المحلي بالنسبه لي لو كان هيجي وهيأثر، ده مش هتقدر تشتريه. انت مش هتقدر تجيب لعيب كبير من بيراميدز. بيراميدز ما بيبيعش لاي فريق في مصر غير لعيبه المواهب المستقبليه عشان تاخد فترات لعب زي محمد رضا بوبو. بس اكيد في النهايه هتجيب لعيبه محليه. انا معاك، بس الفلوس اللي هتدفع ما ينفعش اروح ادفع الارقام الكبيره تبقى في ارجع ادي الأجانب. لعيب محلي، ادفع لنادي 100 و100 مليون و80 مليون و50 لعيب عشان لعيب في الاول وفي الاخر هتلاقي بياخد راتب 10 20 مليون. والاستفاده اصلا هو ما لعبش اصلا في بطوله قاريه وديه حتى ولا بطوله دوليه. لا، الافضل انا كنادي اقعد الفلوس اللي تتحط في الاجانب، اللعيبه اللي انا ممكن اشتريها. ودي نقطه الناس ممكن تديها، لا يا جماعه، النادي الوحيد اللي انا ممكن اتعاقد معاه ولعيبه على المدى القصير غصب عني عشان ما فيش امكانيه ماديه وانا عايز ارجع بسرعه. لا، انا ممكن اشوف بيراميدز اللعيبه اللي ممكن تعمل لي تقويل، تعمل لي لو تقويه. بيراميدز عايز يستغنى عنها اللعيبه وادخلهم اللعيبه اللي ممكن تستغنى عنها، واللعيبه اللي ممكن تجي لي اعاره مفيش مشكله. هتيجي تقول لي انا الزمالك، انت الزمالك وكل حاجه، بس هم هيجوا لك ليه؟ يا جماعه اللعيبه هيجي لك ليه؟ انت لا عندك استثناء في المستحقات، ولا عندك قرارات، ولا ولا هتلعب عندك في مجلس دوري اداره، الأبطال. ولا عندك مجلس اداره حازم ومسيطر ومدافع عن اللاعبين، ولا عندك هيكليه، ولا عندك نظام، ولا عندك اهداف واضحه. هاجي لك ليه؟ انا ما باخدش فلوس، هاجي لك ليه؟ ما حدش بيدافع عني، انا هاجي لك ليه؟ كان يقال ان الناس كان عندها مشاكل مع بعض في مجلس الاداره، كانوا بتعملوا عليهم حملات على بعض. وانا على ايه؟ نفس النظام. يا جماعه انا كمشجع، وده هفضل اقولها بالمال العين، عندك مشكله في الماديات، عندك مشكله، ما تروحش تجيب لعيب محلي. اللعيب المحلي ده انا ما اجيبوش بفلوسه، اجيب اجانب. سوق الخليج مفتوح، الخليج كل سنه كل الاجانب في الخليج مميزين جدا، الاجانب اللي في شمال افريقيا مميزين جدا، تقدر تشتري منهم. حتى يا عم في الدوريات الاوروبيه، ما الجفالي ده انت جبته من تركيا. طب ليه نقفل الموضوع ده بحاجه بس عايز، لو احنا دلوقتي بنحط تشكيل 11 ماشي تمام، انت بتقول لي انت عايز 5 اجانب يبقوا اساسيين. خلاص تمام، في الملعب هو القانون يسمح بكده ولا لا؟ يسمح بوجود 5 تمام. طيب قول لي كده ال 11 يبقوا مخصوصين ازاي؟ قول لي مثلا ده لاعب اجنبي، ما تقوليش اسمه، بس قول لي لاعب اجنبي في المركز. ظاهر انا بشوف الجول وات ايفر مش تفرق، عواد او كده ما فيش او جول. محمد صبحي. ومنطقيه اللي احنا نروح نشتري جون تاني زي محمد علاء، او نجيب او كنا هنجيب كريم مدحت قبل كده اللي هو بعد كده في الحدود وبعد كده راح مودرن، او ان احنا نجيب حمزه علاء او لا، كان في حارس ثاني كنا هنجيبه السيزون اللي فات اسمه كريم مدحت وبعد كده راح مودرن سبورت. ايا كان الحراس، هو ما فيش حراس ممكن تشتريه. الحمد لله يعني، فضلا ونعمه، يعني احد اسوأ الحراس في تاريخ نادي الزمالك يعني هو
الحمد لله راح مودرن سبورت كابتن محمد ابو جبل طبعا، وده احد اسباب خسائر الزمالك الكارثيه في مباريات كتير، بس الناس برضه بتتناسى. الخماسيه من الاهلي هو كان سبب فيها. مباراه 2-1 نهائي القرن الشهيد، الهدفين هو مسؤول عنهم بس الناس ما بتحبش تتكلم، مجرد ان في كبش فدا هو شال المباراه. اسباب كتير جدا، كويس ده مش موجود. حراسه المرمى الحارسين ايا كان، انا الحارس اللي انا بشوف انك انت لازم تجيب في الجهاز الفني الجديد جهاز فني اجنبي كامل ومدرب حراس كبير. لو عرفت تجيب حارس كويس، انا بشوف تمام، ممكن يعني تجيب احمد الحراس ميهوب يعني كده محمد عواد او صبحي. ماشي. بقول محمد عواد. محمد محمد عواد لانه متاح، مش محمد عواد اللي يكون افضل او اعشر. وهقول لك حاجه بخصوص محمد عواد برضو ممكن تفرق معاه السنه الجايه، هي ممكن حاجه لله سبحانه وتعالى، مع ان انا بشوف الكوره في الاول وفي الاخر هي مجهود، مالهاش دعوه بفكره انت مجرد شخص مقرب لله سبحانه وتعالى او لا، يعني بقول بس هي ممكن. الرباعي الخلفي اجنبي محمود بنتايج، اثنين مساكين. الناس بتتكلم لو في زين الدين بالعيد، انا ما عنديش مشكله في المساك اللي ورا. طيب انت هتعوض نص الملعب ازاي لو انت مش هتجيب اجنبي؟ هل انت واثق انك انت هترجع طارق حامد وهتجيب سام مرسي زي الاقوال اللي بتقول؟ طارق حامد لازم يرجع، مع احترامي جميع الاقوال اللي كانت بتقال اصل هو كان بيتمرد، اصل هو ما لعبش معانا، اصل هو طبعا نظريه قدرني. يا جماعه هي كلها وجهات نظر. انا بشوف ان انا نادي بلعب عشان الاستفاده، مش حاجه اسمها مبادئ وقيم واخلاق والجو الحمضان الناس بتقعد تضحك عليه. انا راجل انا عايز دلوقتي لعيب هيفيدني. انا عندي مشكله، اول حاجه ما ينفعش الفريق كله يبقى عيال صغيره او لعيب جاي من بره. انا عايز شخصيه في الملعب، بالذات ما عندوش شخصيه في الملعب. الزمالك ما عندوش قائد فعلي من النادي، مع احترام لجميع الاسامي. المباراه الاخيره مباريات كتير جدا، كابتن الفريق القائم هو شخصيه مهزوزه. انا عايز كابتن للفرقه، بالاضافه ان هو هيقدر ان هو كان بيلعب على مستويات عاليه في السعوديه. اي نعم هو في ضمك كان عنده اصابات كتيره، بس طبعا هو لعيب كان بيلعب في المستوى السعودي، فهيلعب في مصر بالنسبه له بالخبره هيكون موجود. هل انا مش هجيب اجنبي في نص الملعب؟ هل انا الاجنبي اللي هجيبه في نص الملعب تحت انت السن؟ المركز الاجنبي اللي في نص الملعب ده انت عايزه اللي هو يعتبر يعني على حسب ستة وثمانية. انا مسميات دي بالنسبه لي اصل 6 اصل هو دي حاجه دي حاجه انا مش مقتنع بيها. مش فكره تمام العدد. اول حاجه 6 8 10 5 3. انا في الاول انت عايز اجنبي مميز في قطع الكرات. الزمالك عنده مشكله ان بعد رحيل طارق حامد نص الملعب موجود. اول حاجه هو اوت اوف بوزيشن على طول، مش موجود خارج يعني ده مش موجود في الدنيا. ما بيقطعش، ما بيلتحمش، ما بيقطعش، ما بيلتحمش، ما بيغطيش المساحه. نقطه بس توضيحيه، المباراه الاخيره بتاعت بيراميدز، الكره اللي رفعها وليد الكارتي من بص يعني من اقصى اليمين لاقصى اليسار الناحيه الثانيه. لعيب ارتكاز نادي الزمالك دونجا كان يقدر يضغط عليه وما كانش في حد وراه، لو كان خايف مثلا حد يجري من وراه فبيغطي، الراجل قرر بكل سهوله ان هو يقف مكانه. فاللعيب جه عمل خطوه، عمل كروس عكسي في المنطقه العكسيه، عمل كروس في المكان اللي فيه مشكله بالنسبه لنا بين فتوح وبين مع حسام عبد المجيد، واللاعب حطاه. فانت محتاج حاجه لعيب يلعب بالطبيعي. طارق حامد يقدر يعمل حاجه زي كده، سام مرسي ممكن يعني يعمل انت حاجه زي كده. انت قلت 2 وينجات ومهاجم 2 وينجات وبنتاي، مين الخامس بقى مركز ايه؟ الخامس بالنسبه لي انا بشوف لو احنا هنلعب هو لازم الاجنبي ده احنا نجيب اجنبي واحد قدام. يعني لو انا ما ينفعش اجيب 2 مهاجمين، واحد مع واحد اساسي واحتياطي، هيبقى ناصر منسي ومعاه الاجنبي في مهاجم الهجوم اساسي في الملعب. واثنين اجنحه وبنتاي الرابع الخامس بالنسبه لي. لا اما لو في صفقه كبيره في قلب الملعب يعني قلب الدفاع، لو هنقدر نجيب زين الدين بالعيد مفيش ادنى مشكله. لو انا بجيب حتى مدافع كويس، مع ان انا بشوف ان انا ده رايي، ممكن اشوف اللي المحليين في الدفاع ممكن الدنيا تمشي، واستفيد بالخماسي في بنتاج وفي نص الملعب والثلاثه اللي قداميين، فبالتالي يبقى بنتاج انا اقول ولاعب في لك نص انا الملعب رايي، والثلاثه اللي قدام. انا شايف الخامس ده ديفندر صريح، ده رايي انا. انا مفيش شايف مشكله. الزمالك محتاج ديفندر. انا القصه كلها يا جماعه انت المتاح قدامك ايه، بس قبل كل ده لازم الاجانب تخرج يا جماعه. لازم ما فيش مشكله. هل انت عندك الاولويه دلوقتي اللي انا والله انا هقعد انا في الصيف هدعم اللي انا هجيب؟ بص الزمالك لازم يجيب 3 قدام، دي نقطه منتهيه، اجنحه اساسيين وسترايكر. دي حاجه احنا متفقين عليها. الزمالك ممكن لو هو شايف بقى اللي انا مثلا والله هيبقى انا عندي 2 اجانب واثنين اجنحه وسترايكر محمود بنتايج، ممكن انا اشوف اللي انا اعيد الجفلي بفيري ده يطلع
وصلاح الدين مصدق نشوف لغايه يناير ونشوف احنا وضعيتنا مع حسام عبد المجيد عامله ازاي. انا عايز اقول لك حاجه برضو، انت بتتكلم دلوقتي احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل، بس احنا بنتكلم في ايه المفروض يحصل. ما هو يعني احنا اتكلمنا ان احنا المفروض الاجانب دي تطلع، وانت قلت ازاي ممكن نطلع الجزيري وكده. احنا مش عارفين بقى ده هيحصل ولا لا، بس احنا بنتكلم في الصح وفي اللي المفروض يتم. لكن ايه اللي هيحصل دي حاجه مش في ايدينا، وحاجه احنا ما نعرفش. يعني ما ممكن الجزيري يستمر، ممكن ده حاجه احنا هنعمل ايه؟ لا، يعني انت في الاخر هتعمل ايه؟ ما هو مش عارف اسمها هنعمل ايه. انا ايوه واحد، هتعمل ايه انت بص، مثلا واحد انا جمهور؟ مشجع، انا مشجع صح. انا مش مطالب اقول لصاحب القرار اللي هو اوريدي اصلا هو شاف جميع النكبات. يا جماعه احنا 3 سنين يا جماعه ما رحناش دوري افريقيا. يا جماعه احنا السيزون الحالي الزمالك كان يقدر ياخد كل حاجه بمجموعه من القرارات البسيطه، بس الناس ما بتحبش تتكلم دي بعيدا حقيقة. عن اي حسن. الزمالك كان يقدر يجيب اجانب كويسين، الزمالك كان يقدر يجيب فلان وفلان، الزمالك كان يقدر يعمل حاجات كتير، بس هم مش حابين يعملوا. هل يا جماعه نادي على مدار المجلس الحالي تحديدا، على مدار جميع الانتقالات الصيفيه والشتويه، يتم انتداب جميع هؤلاء اللاعبين اصحاب المستويات المتدنيه والمتوسطه؟ يكفي ان بعض هؤلاء اللاعبين مفيش نادي عايزهم اصلا. مفيش نادي انت عايز، مفيش نادي عايزه، مفيش نادي عايزه، مش نادي عايزه. انت متخيل ان انا بروح اجيب لعيب بيلعب في نادي الزمالك مفيش نادي عايزه؟ يا جماعه في لعيبه في التشكيله الاساسيه مفيش انديه عايزاها. طب انا عايز اسالك سؤال، بما ان انت ذكرت ان احنا بقالنا 3 مواسم ما بنلعبش افريقيا، انا بقى عايز اسالك سؤال ودي ننتقل لنقطه تانية. طب احنا الاولويه السنه الجايه هل ان نرجع افريقيا، ولا انا المفروض انافس على دوري، لازم انافس ولا على، برضو التارجت بتاعي زي السنه دي كده ان انا بخطف كاس، بخطف سوبر، بخطف البطولات اللي هي قصيره المدى؟ طب بص انا هقول لك على حاجه، ودي الاولويه دي. بص في نقطه، البطولات قصيره المدى بسبب جوميز طبعا وبعض الانتقالات اللي حصلت في بعض اللعيبه بيبقى عندها شخصيات كبيره جدا في المباريات فبيظهروا بيكونوا كويسين، وده طبعا بعيدا عن المألوف طوال الموسم وبيقدروا يلعبوا كان في بطوله السوبر او بطوله الكاس او هكذا. بس انا بنتكلم ان انا لازم انافس على دوري، الامد الطويل، المسافه. انا فريق محتاج ينافس على دوري عشان اوصل لدوري الابطال. كاس الكونفدراليه في شتاء او ابات انت هتلاعب كل اباطره القاره جايين لك، لازم تنافس على الدوري. الدوري بالنسبه لك لما يتلعب مجموعتين انت هتبقى على راس مجموعه. هو مين في الكونفدراليه السنه الجايه؟ الوداد، الوداد الكونفدراليه، موجود. الرجاء في الكونفدراليه، الاثنين. الوداد والرجاء في الكونفدراليه. آه عشان مش متذكر تحديدا. وما فيش نهضه بركان، ده اللي انا عارفه. انا بركان في دوري الابطال، بس دوري الابطال ممكن اقول لك لا والله يعمل لك زي اشبيليه زمان يقول لك لا انا مش هلعب دوري الابطال اروح العب في الكونفدراليه، يقول لك يعمل لك فيها اشبيليه. فانت بتتعامل بالمقدار ده. دلوقتي انا كنادي كمشجع يا جماعه احنا لازم ننافس على الدوري. انت مش محتاج تنافس غير على دوري، الدوري لا اما هتخليك تاخد دوري لا اما انت هتوصل دوري ابطال افريقيا، بس ناخد بلا اسباب. يا جماعه ما ينفعش فريق على طول السنين بيلعب بمصطفى شلبي، بيلعب بسيف الجزيري، بيلعب في دونجا، بيلعب بعمر جابر، يلعب بصلاح الدين مصدق، ما عندوش بنك احتياط وبتعتمد على لاعبين عندهم 40 سنه وبتقول له كسبني. زي الوضعيه بتاعت فكره ايه، انا كنادي هروح اشتري لعيب محلي، مين المحل المميز اللي هتقدر تجيبه؟ مين؟ هل الثلاثي بتوع فاركو هيلعبوا بكره؟ لا، اي لعيب الزمالك محلي هيتعاقد معاه هو مجرد لعيب لازم يبقى تدعيم للدكه، مش هيلعب اساسي. انا من وجهه نظري وهفضل اقولها، التشكيله الاساسيه للنادي الحارس مهما كان مين. الزمالك ما عندوش 11 لعيب يا جماعه. بص الحارس الونش حسام مجيد بنتاج، مين بقى مين يعني عايز اقول لك من دول حاجة. بقى فين بقى عشان تعرف محمد شحاته فين بقى الباقي؟ الاداره مفيش. الكارثيه اللي حصلت الموسم ده. احنا لو نيجي نتكلم على تشكيل الفريق قدام بيراميدز اللي هو كان فاينل الكاس، انت لو ركزت احنا ال 11 لعيب الاساسي كلهم لعيبه مش صفقات جبناها الموسم اللي فات. يعني احنا كنا بنتكلم الموسم اللي قبله على كم الاحتياج التدعيم الفريق عارفه. انت كل اللعيبه اللي بتلعب بيها قديمه. كلهم قدام. الونش قديم، حسام عبد المجيد قديم، هقول لك عمر جابر، فتوح كويس فتوح، انك انت دونجا، صبحي كله لعيبه ولا تدعيم. صبحي استرداد في عهد مرتضى منصور، منشي مرتضى منصور. عبد المجيد من الناشئين كان في عهد ناشئين وطلع من زمان. كان في عهد مرتضى وفي عهد حسين لبيب عشان او حسين لبيب مرتضى منصور.
عمر جابر ودونجا، الاسلحه الفاسده اللي رجعهم مرتضى منصور من بيراميدز. هم كانوا لعيبه رضيف في بيراميدز، بس كانوا رضيف في بيراميدز. محمد شحاته ده برضه الوحيد، لعيب قديم بس قديم. لا الوحيد اللي هو ده ما كانش في الميركاتو الاخير. ده كان في يناير اللي فات، اللي قبل اللي الموسم فات. اللي فات. يناير قبل اللي فات، يناير مش قبل اللي الموسم ده فات. خالص. مصطفى شلبي، مصطفى مرتضى شلبي 3 منصور، مواسم. ناصر منسي، مرتضى منصور. سيف الجزيري كان في عهد عماد عبد العزيز. وعبد الله السعيد عبد الله السعيد برضه يناير قبل يناير اللي الماضي، قبل اللي فات. يناير وسيف قبل جعفر الماضي. يعتبر لعيب قديم. وسيف فاروق جعفر كان في عهد بين مرتضى منصور وحسين لبيب وبعد كده كده. ده التشكيل اللي كانت بتلعب. فين بقى الاجانب اللي ولا كانوا موجودين؟ تدعيم ومن غير حتى التغييرات هو بنتائج بس. حتى التغييرات بنتائج بس اللي جايه في الصيف اللي فات. وناصر ماهر السيزون اللي قبله، والزناري مرتضى منصور. شيكابالا هو اصلا رسول النادي، فما بيتحسبش عن طريق حد، ما بيتحسبش على حساب ايا كان مين. مين تاني كان في التغييرات؟ احنا عملنا الزناري مرتضى منصور، شيكابالا، ناصر ماهر يناير قبل الماضي، محمد عواد، مرتضى منصور. بس خلاص 5 خلصوا. في لعيبه كده هم الخماس اللي موجودين. يعني تخيل انك انت فريق كامل بيلعب نهائي فاينل، بيلعب بنفس التشكيله اللي بقى لها 3 سنين. الزمالك اصلا الناس عايزه تغيرها، لازم اللعيبه دي تمشي. بالتالي انت النقطه اللي انت بتقولها تنافس على دوري عمرها ما تحصل غير باداره كويسه في الميركاتو. ويعني الموضوع عمره ما هيمشي بالطريقه دي. يعني برضه لو حصل كده مش هتكمل ومش هتقدر تنافس على بطولات كبيره. قبل ما نختم عايز اسالك سؤال. احنا دايما الناس بتتكلم على تدعيمات الفرق واللعيبه اللي هتيجي واللعيبه اللي هتمشي، بس احنا ناسيين حاجه، ان احنا اصلا المفروض عايزين نشتري مدير فني. الزمالك السنه دي المفروض هيجيب مدير فني. عايز اخد منك كده ترشيحات لاسمين 3 كده انت شايف ان هم مناسبين، ان هم ممكن ان احنا يعني يبقى معانا السنه الجايه ان شاء الله. هو فكره هو مناسب من عدمه هي بترجع لاسباب كتير. هل الزمالك نادي مستقر اداريا؟ لا. هل النادي مستقر ماديا؟ لا. هل النادي محدد اهداف معينه السيزون اللي جاي هيلعب عليها؟ هل النادي مطالب ان احنا والله يا جماعه هنطلع للناس هنقول دي مرحله انتقاليه فاحنا هنجيب ممرن او هنجيب مدرب بجهاز فني هيطور اللعيبه وهنحاول ان احنا ناخد بطوله كاس او كونفدراليه او نخطف اي حاجه؟ ولا احنا محتاجين جهاز فني والله الجهاز الفني ده مطالب ان هو هيجي هيعمل اعاده بناء للنادي فتره زمنيه قليله؟ طب المدير الفني اللي هيجي ده انت عايز تقوم بسرعه، انت خلال شهر هتلعب البطوله العربيه، النادي عنده ازمات ماديه طاحنه، النادي عنده ازمات ماديه، فالطبيعي يحصل الطبيعي اللي احنا والله نجيب مدير فني كامل لان اي لعيب انت هتحتاج انك تجيبه لازم معسكر اعداد. اي لعيب هتجيبه محتاج ان هو يتعلم اساسيات كره القدم من اول وجديد تاني. فاي اسم انا رشحه بناء على ايه؟ انت عايز المدير الفني ايه؟ انت عايز مدير فني زي جوميز، عايز مدير فني زي ايسيرو، عايز مدير فني زي جروس، عايز مدير فني. طب ايه البروفايل اللي انت عايزه؟ يعني انت عايز مثلا بروفايل مدرب ايه؟ فاهم قصدي؟ يعني هل البروفايل مثلا اللي هو بيستحوذ اكتر ولا البروفايل اللي هو لا بيلعب طريقه تحولات؟ دايما في عرف الكوره الفريق اللي عنده مشاكل دفاعيه كتير وعنده مشكله في استقطاع الكرات في قطع الكرات دايما بيقول لك العب على الاستحواذ. خليك دايما انت الشخص المبادر. المبادره بتقلل نسبه كبيره من خطوره الخصم، ودايما بتخلي المواقف الفرديه للعيبه اصحاب زي ما جم المستويات المحدوده قليله، الا لو في خطا فردي فادح، وده طبعا ما اقصره في نادي الزمالك. يعني الماتشات الكبيره والدربيات انت بتلاقي اخطاء فادحه وساذجه ما بتحصلش غير في الزمالك. اخيرا هل انت شايف جون ادوارد هل يقدر الراجل ده يقدر يعمل يوفي؟ يعني هو هل يقدر يبيع زي ما انت نفسك؟ هل هو نفسك هل هيقدر يحقق برضه فكره الشراء؟ وهل هيقدر يجيب مدرب على كافه من خلال يعني استنباطك للاحداث؟ اول حاجه انا ما عنديش سابق معرفه بالشخص مطلقا، وما عنديش فكره ان انا اتجنى عليه بالحسن او بالسيء. انا ما اعرفوش خالص. انا ما اعرفش غير ان هو كان احد اسباب انتقال علي معلول وجونيور اجاي للاهلي، ان هو اصلا كان وكيل لعيبه. بعد كده هو
مسك فاركو، وان هو كان شريك رئيسي مع محمد العاصي في بناء بيراميدز. بيراميدز. فبصراحه ناس كتير بتشكر فيه، لكن انا في الاول وفي الاخر انا عندي اكتر من 18 لعيب محتاجين ان هم يخرجوا من النادي. هيخرجوا ازاي؟ هل انا هقدر احقق منهم المكاسب؟ مع العلم ان الزمالك تاريخيا لم يحقق مكسب من عمليات بيع لاعبين الا في عقد حسين لبيب الاول ايام اللجنه المعينه، وما تكررتش. الزمالك بين فسخ، استغناء، قائمه انتظار، مفيش عمليات بيع بتتم. هل احنا نقدر نخرجهم؟ انا بشوف مع احترامي نفس الوكلاء اللي بيغرقوا النادي، ونفس الوكلاء اللي احنا اوريدي هنتعامل معاهم في السوق المحلي، ونفس الوكلاء اللي هتلاقيهم ناطين في اللعيبه الاجانب اللي انت بتفاوضهم من شمال افريقيا، من شمال افريقيا تحديدا. نفس الناس ديت انت بقى لو اداره شاطره، تعالى يا ابني يا حبيبي انت تتعاقد تقعد معاهم. انا عايز اخرج ال 10 لعيبه دول بفلوس، خرجته تاخد نسبه، بتاخد كوميشن، ولا انت بتاخد كوميشن وبتاخد مبالغ ماديه في مجرد انك انت تديني لعيبه محدش عايزهم. يا جماعه اللعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك اغلبيتهم ما لعبوش تحت بيتنا. يا جماعه افهموا حاجه زي كده. معيار الحب والكره ده هو مش راح يتجوز بنتي ولا يتقدم لاختي. يا جماعه انتوا بتلعبوا النادي، انتوا بتشجعوا الزمالك. تاني حاجه مع احترامي للناس، مش عايز اسمع اصل احنا في نقطه برضو بتتردد وسلوجان غريب جدا، احنا في مدرسه الفن والهندسه احنا ممكن نخسر بس نلعب حلو. لا يا باشا، مفيش الكومنتات الغريبه، الشعارات المدججه. حاجات انت فريق بطوله، تخليك بص فريق بطوله، اللي ما عارف ان انت فريق بطولات ما يقدرش النادي، اللي ما يقدرش يتكلم اللي ما يعرفش ان النادي ده ليه تاريخ ما يتكلمش، اللي ما يعرفش لازم دايما تبقى معلش عايز ازود حاجه كمان على كلامك. اللي دايما حاطط مصلحته الشخصيه فوق مصلحه النادي، او ان دايما مش عايز حاجه تتم كويسه للنادي غير ان هو يبقى ظرف الصوره والفضل ينسب ليه، برضه ده يرحمنا بقى. احنا عرفنا من الناس دي يا جماعه، احنا بنعاني دايما من الشخصيه. يا جماعه لكل اصحاب القرار، لكل اصحاب القرار لازم رئيس النادي يكون المحرك والمنفذ والمدافع والحاسم في كل شيء. يا جماعه الجمهور لازم يكون متطلب، ما تطبطبش على حد. الطبطبه دي هي اللي بترجعنا سنين لورا، الطبطبه هي اللي بتخليك مقتنع بلعيبه محدودين الجوده ولعيبه ما بيلعبوش بعد كده. اغلب اللاعبين اللي خرجوا من النادي خلال السنوات الاخيره او العقود الاخيره ما لعبوش في انديه كبيره، بينهم لعيبه معتزله، لعيبه بتلعب في منتصف جدول، لعيبه بتلعب في الدرجه الثانيه، لعيبه اجانب ما حدش عارفهم. يا جماعه للمره المليون خليك متطلب، ما تقولش اصل هو عمل اسيست، اصل هو سجل جون. يا حبيبي هو بيتقاضى اجر، الاجر اللي بيتقاضاه ده انت بتدفع من قوت يومك عشان تروح تشجع النادي، انت اللي بتحرق دمك. لازم تبقى متطلب، لازم تفتكر ان الفريق الذهبي حتى اللي بتتكلم عليه واللي بتحبه اللي من 2000 ل 2004 الفريق ده ما حققش اللي كان المفروض يحققه رغم كم البطولات اللي حققها. الفريق ده ما خدش 2 دوري ابطال افريقيا في 2003 2004، كانت الطبيعه وكان المفروض الزمالك الاول والاخير. الفريق ده كان المفروض يكمل. الفريق ده على لسان هيثم فاروق اللي هو لعب في اول سيزون في 99 2000 2000 2001 لما كان احد اصحاب الدوري الغايب، وحازم امام وخالد الغندور ومحمد صبري وحسام حسن، كل الناس اقرت، حتى سامح يوسف، كل الناس اقرت ان جمال حمزه، كل الناس دي اقرت ان الفريق الذهبي اللي الناس بتتغنى عليه ما حققوش اللي المفروض كان يحققه. وده الراي لينا يا جماعه، خليكم متطلبين عشان احنا ما بنشجعش غير النادي. انصاف الحلول مرفوضه، الرضا بالكواليتي السيء، الرضا اصل اديله فرصه، لا والله حضرتك هتديله فرصه، ده هتروحوا عينوه في شركتك وقعدوا معاه 3 شهور فتره اختبار. الوضع منتهي، النادي مش في فتره اختبارات، احنا محتاجين اجانب ينزلوا يلعبوا اساسيين. بتحبوا فلان بتكره علان، المصلحه لو ده لعيب كويس يجي، ما تقولش اصل هو بياخد كام. احنا بنتكلم في نظريه البيع والشراء والماديات في المحليين، دول ما يستاهلوش الارقام ديت. حتى لو السوق بيحكمك، السوق بيحكمك، روح ادفعهم في الاجانب. لازم 11 لعيب اساسيين للنادي فيهم خماسي اجنبي اساسي اساسي الرساله وصلت كده، واحنا بقى ايه يعني وصلنا كل حاجه والراجل خلاص ضغطه عالي يعني ولا حاجه والله ولكن يعني. ايه يعني نامل ان القادم يكون افضل. وفي نهايه الحلقه اشكرك يا احمد. والله انا بشكرك جدا يا شريف، وبشكر طبعا استاذ احمد، ودايما من نجاح لنجاح، ومتشرف بوجودي معاك. احنا اللي مش شرف لينا والله. وحابب اقول لك اشكركم ان انا اول مره اصلا اظهر يعني من خلالكم، وان شاء الله مش اخر مره يعني.
واتمنى تبقى الحلقه خفيفه عليكم، واسفين على اي ازعاج او اي مصطلحات او اي سوء فهم ممكن يوصل لكم. احنا بنحترم كل الناس، كل ما نقود نادي الزمالك بنحترمه، كل لعيب ابتدى قميص نادي الزمالك احنا بنحترمه، لكن في الاول وفي الاخر احنا اللي بيحكمنا العقاب، بيحكمنا في الاول وفي الاخر انك بتتقاضى اجر. الاجر ده انت بتاخده من جمهور نادي الزمالك، الاجر ده التيشيرت اللي بتدافع عنه ده انت مشهور عشان نادي الزمالك. احنا مش هنقبل بانصاف الحلول، وعلى جميع جماهير نادي الزمالك ان تكون متطلبه حب النادي حب النادي حب النادي. انت الوحيد اللي النادي ده بيتحكم في اعصابك وفي حياتك مهما كانت درجتك الوظيفيه. النهاية ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وانتظرونا في حلقات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.